أهلا بيكم. لما تيجي تفكر كده في السبب الرئيسي للنجاح الكبير اللي بتحققه الشركات والأفراد، هتلاقي دماغك بتقولك حاجة واحدة بس: It's all about marketing. يعني التسويق هو بداية كل حاجة والسبب الرئيسي لنجاح أي حاجة. عشان كده ما كانش ينفع نفوت الموسم الأول من البودكاست إلا لما نعمل حلقة قوية عن التسويق. الحقيقة حلقة النهاردة تبقى قوية جدا لأن احنا معانا ضيفة قوية وملهمة جدا. لما تتابعها من بعيد تفتكر إن هي عندها 20 سنة كده خبرة في المجال، بس لما تتعرف عليها أكتر تكتشف إن هي في سن صغير وفي وقت قصير قدرت تحقق قصص نجاح في مشروعات مختلفة ومع مطورين مختلفين بيج نيمز في مصر وبره مصر. أمنية هانم، إزيك؟ ازيك؟ كله حلو؟ كله حلو، الحمد لله. ازيك يا أمنية، اخبارك ايه؟ كله تمام. حقيقة احنا كنا بنحضر الحلقة دي من بداية الموسم ومتحمسين جدا ان احنا نكون معاكي. انت فعلا رول موديل لكل الناس اللي في السوق، الشباب الصغير الملهم اللي يقدر ان هو يضيف قيمة للسوق العقاري، بالذات في الجزء بتاعك، جزء الماركتنج. فخلينا قبل ما نبدأ كده في الماركتنج وايه الخبايا بتاعته، عايزين نعرف باختصار كده مين أمنية عصام. بص، انا هجيبها لك من وقت ما درست ماركتنج. ده كان في الجامعه، قعدت بالظبط 4 سنين بدرسه. سنه منهم كانت في الاي سي و3 سنين كانوا في الاف يو اي. دي كانت دراستي بكل تفاصيلها بقى، مش ديجيتال، يعني كل حاجه خاصه بالماركتنج، الادفيرتايزنج بالتفصيل بتاعت البلاننج الاستراتيجيك، كل الكلام ده كنت بدرسه. درسوا لي دكاتره من مصر، دكاتره من بره مصر، وكان التيم بتاعي تيم صغير اللي كان في الجامعه، فكان في فوكس في المذاكره بتاعتي وكل الكلام ده. كان تخيلي على ماركتنج وانا بدرس ان هو الشخص اللي بيقف في الشارع في العربيات ويحب يبيع للناس. الكلام ده كله الشخص ده اختفى دلوقتي، هو مش موجود. بس لما بدأت ان انا السنه بالتانية بالتالتة للرابعه بروجكت بقيت امسكه، الموضوع اختلف. وانا في السنه الرابعه عرفت ناس من بره بقى الجامعه وكده، كانت اتش ار في ريل استيت، قالت لي ان المجال بتاعنا حلو قوي، هتعلمي فيه كتير. فكانت قلت خلاص انا هتخرج واحاول ان انا اقدم في ريل استيت اندستريز وكده. بس قبل ما اتخرج ب6 شهور اتقال لي لا، دخولك المجال مش اول ما تتخرجي، الموضوع مش سهل، يعني لازم بريباريشن كده قبلها، تدخلي شركه، تاخدي تريننج، تعملي اي حاجه. انا قعدت 6 شهور بشتغل في السيلز، بعد كده بقى دخلت الحته بتاعه الماركتنج. دي كانت بدايتي. انا الكاركتر بتاعي مش كاركتر الريل ستيت بتاع انت تعمل عليه ستريس وان انت تابروش عليه دلوقتي ولونش. انا مش متردده، بس لا، انا يعني شخص بيحب جدا الارتستيك، بيحب يسافر، بحب اخد راحتي، بحب اريلاكس. ايدي ممكن تلاقيها في الرسم وفي الكتابه في الحاجات دي كلها. كنت وانا في الجامعه عندي ببلشنج لنوفل، وكنت بكتب لغه عربيه فصحى، وقريت كتير في الكتب. كان معدل مثلا قرايتي في الكتب في السنه 52 54 كتاب. حلو أوي. يعني اقعد في الاسبوع في الكتاب مثلا ممكن اقعد معايا من 3 ل7 ايام بخلصه. كنت بقرا في كل المجالات. فاكتشفت ان انا بدخل في مجال solid. انا عندي حاجه واحده هي غالبا متكرره ما بين كل الشركات، فالموضوع لقيته مش دايناميك معايا، مش قادره يعني. والسيلز كان حلو، بس السيلز مش هقدر اقعد فيه كتير، لازم ادخل بقى المجال بتاعي اشتغل بقى ماركتنج. خلصت السيلز في شركه البروكرج اللي كنت فيها، اتعلمت فيها برايمري، اتعلمت فيها ريسي، كنت بجيب كلاينتس بتوعي. انا بشتغل مثلا فريلانسنج مع اوتو بيبيع مثلا عربيات، كنت اقعد معاهم مع الاونر، احنا ممكن نبقى لك مثلا شاليه في الساحل مش عارفه ايه، هجيب لك شو روم في التجمع، واي نوت اكسباند. فكانت الكونكشنز بتاعتي شويه شغاله في حته السيلز. مارتن لما بدأ معايا 2019 شركه بروكر مينلي كوميرشال، عندي تيم كنت مسؤول عنه، تيم السيلز 20 واحد كلهم كبار في السن. انا مثلا مش كبار في السن عني بس، لا، كانوا كبار في السن في الاكسبيرينس، في الليفل بتاعهم، في شغلهم، في طريقه شغلهم. وكانت الديجيتال بالنسبه لهم ان انا حد جاي بيرفع عليهم، هديهم ليدز بقى. دي كانت حاجه بالنسبه لهم كده جدا. ما تخيلتش مع السيلز ان انا كنت داخله عندي حاجه اوبجكتيف معين، او انا عايز اتعلم. دن لما اتعلم هديك السيرفيس بشكل كويس، فلسه ما دخلتش في موضوع الخناق ده قوي. وبعدين وانا شغاله معاهم جالي اوفر لذيذ جدا من ادفرتايزنج ايجنسي، انا بابروش حاجه تانية بقى جنب شغلي. فقالوا لنا احنا عندنا ديفلوبر، والديفلوبر ده كبير قوي ومش راضيين يقولوا الاسم، وعايزين ماركتنج بلان عن التجمع الخامس وكده، وحضريها وبتاع. فقعدت شهر شغاله، انا مش عارفه انا هشتغل مع مين. والماركتنج بلان دي مطلوب منك انت تجيب لنا اناليسيز عن كذا وكذا وكذا وكذا. كان الحاجات اللي انا درستها، فقلت اوكي خلاص انا بعرف اعملها، وبالتالي عملتها. قعدوني معايا تمام، احنا شغلك عجبنا، السامبل دي تمام، احنا الكلاينت اللي معانا الفطين CFC ده اول بروجكت، احنا عايزينك تمسكيه معانا. طيب
كان اول سؤال طبعا سالني وما كانش ليه رد عليا. هتعرفي تجيبي كلاينت يقدر يشتري وقتها، ده وقتها يشتري مثلا فيلا ب 15 و20 مليون؟ فكانت اجابتي لا، بس هي ما اتقالتش. قلت ماشي، انا اديني بريف. خدت البريف، عندنا ريزيدنشال، عندنا كوميرشال، عندنا ريتيل، عندنا مول، عندنا اوريدي الاوفيسز، عندنا كذا حاجه. فبدات اقول لا، انا لسه في ستيب ان انا عايزه اتعلم تاني تالت. فكلاينت، اكتر كلاينت فعلا حاولت ان انا احافظ عليه كان CFC، مش عشان بيج نيم وبس، بس عشان لا I'm exposure experience، عندي تشالنج حلو. خدت منه الكونتنت، خدت منه الميديا باينج، خدت منه المودريشن بتاع البيج. حلو. تبقى مسؤول فجأة عن مون كامل. عندك حفلات، عندك الكاف، عندك ايفنتس كتير. تقريبا كل شهر كان عندنا ايفنت. عندك كلاينتس عندهم مشاكل مثلا، عندك كلاينتس استلموا، مختلفة. عندك كلاينتس walk-ins، عندك كلاينتس عايزين يسألوا عن حاجات في المول. انت ديفلوبر فلازم تنتجريت ده وده. عندك ناس عايزة اللوكيشن، عندك ناس عايزة الهوت لاين، عندك حاجات بقى خاصة شوية اوقات بالهوسبيتاليتي بتظهر. عندك بقى المين بتاعك ان انت اعمل ادفرتايزنج على ريل ستيت وعندك اوفر. والديفلوبر الاول مرة كان بينزل سكيب، فكان عندنا برضو معرض موجود لازم يمشي من A to Z بشكل كويس وتعمل سيلز فيه. علاقاتك بالبروكرز مش قوية قوي، فبيعك الدايركت هو الأعلى، والسيلز هناك بيتكلم مع الليد بشكل مختلف، والليد اكتشفت انت متوعدها مع الماركتنج حاجة، ومع السيلز تبقى شكل تاني خالص. انتوا متردوش عليا ليه؟ أو نرد ليه متأخر؟ أنا تمام، في حد كلمني، حد كلمني بس محتاج أجي. تبقى بروسس كده كانت شوية معقدة عن ما دخلت شركة البروكرج. as long ان انا جبت الليد، as long ان هي اتحط عليه فيدباك، مقدرش ان انا اديك حاجة زيادة انا من عندي، الا ان انا ارشح لك بقى مشروع تاني اشتغل عليه كده. فكانت دي اكسبيرينس مثلا خدت فيها اراوند سنة. بعد السنة في كده ناس انا اتعرفت عليهم الناس دي قالوا لي انت ليه قاعدة في شركة فول تايم؟ الناس دي في مجالي انا في الادفرتايزنج. قلت لهم انا في الفول تايم مستقر وبتاع. لا انت هتخرجي من الفول تايم ولو اشتغلتي مع كذا حد يبقى بالنسبه لك اكسبوجر احسن، اكسبيرينس احسن، ممكن تكسبي اكتر، وممكن تاخدي ابروش مع اكتر من شركه في نفس الوقت، فبالتالي الموضوع يمشي كويس. ففي الاول قلت لا، دي كانت اول طلعه ليا. يعني الطلعه التانية لقيت لا، في كلاينتس فعلا بيجولي مع الكلاينتس اللي معايا، واحد والتاني والتالت. بقيت انا الفول تايم انا مشغوله عنه، انا مش قادره اكوب مع الفول تايم برضو قوي. فبدات ان انا اكلم، عندي شركه قلت لهم انا عندي شغل 1 2 3. كلمت اسامي كلاينتس توين. هو بيبص لي كده بيفكر طب انت محتاجه ايه؟ فانا كان باين طبعا انا محتاجه ايه. طبعا. فطب انت شايف ايه؟ انا برضه برميها له انت شايف ايه؟ فقال لي لا انا شايف ان انت تركزي عندي في الفول تايم. خلاص ماشي، انا مش موافقه. بدات بقى الموضوع بتاع الفريلانسنج. دخلت الكورونا عليا، كانت دخلة مش لذيذة خالص. دخلت الكورونا عليا. أنا كنت شغالة وقتها في الكورونا مع advertising agency، وكنت بروح لهم أوقات part time، وكنت ببقى من البيت برضه أوقات، وكنت أوقات بعمل meetings direct مع الكلاينت. بدأت الشغل بعد مع CFC. بعدها كنت ماسكة مراكز، كنت ماسكة challenge عندهم especially AIM Towers. AIM Towers كانت بعته مش مفهومة قوي، لسه البرودكت بيتبني، لسه ما تسلمش، لسه الديفلوبر بيحط establishing جديد في مصر، والinvestment سعودي. وقتها كانت كلمة مش قوية زي دلوقتي، والinvestment الإماراتي برضو ما كانتش كلمة قوية زي دلوقتي، كانت شوية مختلف. وكانت destination في وست كايرو. وست كايرو كانت لسه مش approaching بتاع زي نيو كايرو ده وقتها. ده كان ده في 2020. فكان معايا مراكز، كان معايا وراسكوم كانت داخلة ليه جديدة لماركت عمان. عمل حاجة كده زي الجونة كده هناك، هوانا سلالة وجبل سيفا وحاجة زي الجونة بالظبط، بس بقى تعامل بقى مع كلاينتس مختلفين. لازم تارجت لي ناس من ألمانيا، لازم تارجت ناس أجانب. طبعا. كلتشر كتير مختلفة، لغة تانية، تيم هناك مختلف، تيم ووركينج هناك طلباته مختلفة. الليد جنريشن مش من الحاجات اللي بتبقى دايما مطلوبة، لا في حاجات هناك مختلفة في الماركتينج. فواي نوت اخد تشالنج زي ذاك. بس كنت زي I'm not interested ادخل عمان. يعني انا حتى في المنافسة عندي بتعمل ماركت اناليسيز انت واتنين في البلد مثلا انت واتنين 3 في البلد، ما فيش يعني. راسكم اسم قوي في اي ديستنيشن في اي حته، يعني سواء في الخليج سواء في مصر سواء في يوروب. فالموضوع بيبقى سيجمنتد جدا. يعني انا خلاص انا عارفه مين هيجيلي، وكمان عارف لما يجي يشتري عندي هيستلم كواليتي عامله ازاي. كانت موضوع امور سهله. يعني بالنسبه لي راسكم مش التشالنج. التشالنج بقى بدا بقى بعدها العاصمه. فأم approaching كام ديفلوبر واشتغلت معاهم، دخلت في لونش
وبدأت ان انا اشوف تيم مختلف عن اللي انا كنت بشوف، سواء تيم سيلز سواء تيم طبعا. ماركتنج سواء تيم مانجر. بعدين ازاي يا جماعه بقعد مع السي سي او او السي او هو اللي بيديني بريف؟ لا انا في حسن في حاجه غريبه كده ومتعودين على البريف والريتن كي بي ايز وبتاع. لكن انا دلوقتي بدأت اقعد بقى في ميتنجز مختلفه، احنا عايزين نبيع. انا ما اعرفش يعني انت عايز تبيع، انا اعرف ان انا اخليك ازاي تبيع او اساعدك في موضوع البيع، لكن انت عايز تبيع دي حاجه مش بتاعتي. انا اقعد بقى اشرح بقى ان انا ممكن اعمل لك كذا في الماركتنج، وريني ايه البرودكت اللي عندك، البرايسنج بتاعك كام، ممكن نشتغل عليه بلاد، نرين ماتيريال هساعدك فيها، عندك بروشور نعمل لك بروشور، طب كامباني بروفايل، الحاجات دي كلها كنا نقعد نتكلم فيها. فبنلاقي ان ممكن الميتنج كله على بعضه برضه يخلص على احنا عايزين ليد، فبرضه في الاخر هنجيب ايه؟ فين اللي قعدت تغرب بقى. لا انا عايزه اتكلم في كل الحاجات الماركتنج. ف 2020 ده كان اخر بدايتي في العاصمه، كده 2020. 2021 كان كل اسبوع في لونش، كان كل اسبوع عندي كومبيتيشن بشكل مختلف. بقيت انا يا اما انا مش هعرف اركز، يا اما هو الماركت بقى كده، فلازم ان انا اركز، مش اوبشن ان انا اكون مع اكتر من كلاينت كلهم بينافسوا بعض. يعني ممكن بعد ما كلاينت مثلا النهارده اخبار مثلا ديفلوبر كذا ايه سيرفي قاعد انت عايز تحافظ على الكلاينت اللي قدامك، في نفس الوقت انت لازم. بصي انا الشخص اللي عندي مشي وراح هناك وبتاع، وانا عايزه ابقى احسن منه دلوقتي حالا. دلوقتي هتيجي بوست ده ممكن ابقى قاعده عادي جدا، قاعده مروحه خلص شغلي وكل حاجه، الاقي فجاه على الواتساب في نوتيفيكيشن الحقيقه ده في حد نازل بوست كذا، انا عايز اعمل زيه، البوست ده جاي بريتش حلو انا عايز اعمل زيه. فبتدخل انت في حاجات بتضطر انت تديليجيت البلان تديليجيت كل اللي انت عايز تعمله، تديليجيت الكونتنت، وتحاول تبقى بقى دايناميك كمان على الشركه نفسها، وتحاول تحافظ على شكل البراند. فالبراند يا اما انت السبب ان هي تنجح، يا اما انت السبب ان هي لا في حاجه تفوتها. فماركت العاصمه كان شويه مختلف. حلو قوي. انت عارفه من الحاجات، طبعا انا بيك فان يعني متابعك دايما، من الحاجات اللي انت شاطره فيها قوي فكره الانسايتس والافكار اللي انت بتنشريها ورؤيتك زي مثلا للسنين. فعايز اعرف منك 2023 لو تعملي كده بريف اللي حصل في العقارات في مصر في 2023، العملاء كانت متوجهه ليه؟ هي بص، هو موضوع شويه فيه حته كده سايكولوجي، في خوف انا لعبت عليه اللي هو الانفليشن. بالظبط. فانا غيرت منك تفكيرك، انت لازم تحافظ على نفسك دلوقتي. ففي ناس از كومن ما بين ان انا عندي واحد دلوقتي معاه فلوس وده برضه معاه فلوس، تمام، ممكن ده معاه فلوس اكتر شويه او ده اكتر شويه، بس الاثنين دلوقتي في 2023 لما حصل الانفليشن كان مفاجئ، ان هو التغيير كان سريع فيه اكتر، والتدرج من 18 جنيه مثلا لاعلى من كده كان في جاب كبير، زي اللي بيحصل ممكن دلوقتي في البلاك ماركت. فهو دلوقتي الاثنين اللي خايفين دول، واحد حط فلوسه في البنك وواحد حط فلوسه في الريل استيت، بس في حاجه ما بينهم كومن، يعني ده ممكن شويه educated، فلو حط فلوس في ريل استيت ان هو كده كده ثبت الفلوس بتاعته، وده ممكن مش educated قوي فحط فلوسه في البنك. بس الاثنين دول الحاجه اللي كومن ما بينهم هو ان هو ده خايف وده برضه خايف. بالظبط. فدي كانت 2023. ف 2023 فيها winners وفيها losers اوكي. بيزد على الاديوكيشن اللي حصل جاب ما بين الاثنين دول. فاللي فاهم كويس دخل الانفستمنت، حط فلوس في الريل استيت، هو جمدها as long ان هو بقى حط فلوسه في مكان صح، فقدر يعمل ريسيل سريع. as long ان هو حط في مكان لا بروجكت لسه ممكن يستنى عليه سنه سنتين، فهو جمد فلوسه، بس later on قدام هيكسب. المهم ان هو ما خسرش الماركت برايس بتاعه، الفاليو بتاعت الفلوس يعني ما خسرهاش. ده كان ممكن 2023. فبدأ ان 2023 ايه، عشان انا بقى انا فاهم انا هحط فلوسي في ريل استيت، فلازم انا ابقى يا اما شايف ثابت عملك او شايفك تشتغل على السايت، او عارف انت مين، او ان انت حاطط development وinvestment في destination هي فعلا قدام ليها توجه كويس. في ماركت وقع وفي ماركت قام بشكل حلو قوي. في developers كانت مبيعاتهم في اول سنه ليهم في الماركت 4 مليار، بقت وصلت ل 40 مليار. لو هنتكلم مثلا على الديفلوبرز ده زي اورا، اول سنه دي كانت 4 مليار، فتقعد مع سيلز اورا لكن انا بكلم ناس كولد كول مش عارف اجيب جديد، الموضوع عندنا صعب قوي، الليدز مش بنجيب معانا، مش بتظبط معانا. فدلوقتي لا، السنه دي مثلا في 2030 40 مليار مبيعات، عشان قدر ان هو يستغل الخوف بتاع الناس، يحقق لهم السبلاي مقابل الديماند اللي بيحصل. فتحط الفلوس عندي، ممكن ان انت تعمل ريسيل بعد كده، او انت عندك برايس انكريز اللي بيحصل، انا برضو متوازن معاه. فلا بعمل ترانزاكشنز كتيره، وده اللي بيحصل.
في developers حجمهم او مكان المشاريع بتاعتهم ما قدرش يستغل ده، فيعمل حاجه من اتنين، يا اما يكفر project بتاع دلوقتي يحاول ان هو يديفلوب فيه، فيجيب مثلا consultation، يجيب تيم سيلز جديد، يجيب managerial level جديد يمانج القصه دي، علاقاته بالكلاينتس كويسه، علاقاته بالبروكرز كويسه، ده لو هو مش بيكسباند لان الارض بقت مكلفه قوي عليه، او ان هو يجري بسرعه من المكان اللي هو فيه يحط شغل في ارض جديده خالص، بقى يدخل مثلا مستقبل سيتي، يدخل تجمع، يدخل بقى نيو زايد، as long ان هو يقدر يجري في الارض دي هيجري فيها على طول. فهي حسب الظروف ساعدت مين، فهي ساعدت الديفلوبرز اللي اتحركوا بشكل دايناميك مع الماركت، فهموا كويس قوي، كان عنده انسايت من بدري، قدر يعمل برايس يتحقق مع البلاك ماركت، خلينا كان ان هو مين البلاك ماركت، فبيعمل برايس انكريز بيزد عليه، فلا الناس بقت تكسب، مفيش حد بقى في ستيت بيكسب مره عايز كده تاني تالت رابع لحد ما يوصل البنك مكسبش. فهو بالنسبه له لسه العقار لا يعني اللعبه صعبه شويه، هو لسه مكسبش. فاتوقع 2024 هكمل دي برضو مع الموضوع بتاع الانفستمنت، يعني هو انت عملت انفستمنت السنه دي كويس قوي، ممكن بعت ممكن لسه ما بعتش، بس انت عملت انفستمنت. يعني مثلا اول السنه بنقول في يعني من الديفلوبرز كان عامل لونش مثلا بفيلا كانت من 13.5 مليون، ده كان ستارتنج برايس، واخر السنه نفس الفيلا هي عامله دلوقتي بنتكلم في 25 مليون. فهو لو كسب مثلا 5 ل 10 مليون في المشروع ده او في الانفستمنت ده لمده 12 شهر، ما عملهاش في الذهب، ما عملهاش في البنك، عملهاش في الدولار برضه، عملهاش فاهمني؟ بس اسمه معاه الفلوس دي معاه على ورق، هي معاه على ورق، انت اللي بتكسب، انت كشركه بروكر انت بتكسب والديفلوبر اللي بيكسب، هي معاه على ورق، بس الورق ده ممكن يكونفرت التيم ليه تاني السنه الجايه برضه يقعد يكسب على ورق، بتعمل شويه زي الستوكس يعني، بس الستوكس ربحان طبعا. حلو. فبتهيألي دي سنه 2023. بس 23 بقى ايه، عملت حاجه برضو من تحت بقى قوي، يعني هي فلترت اسم السيلز وبينت عيوب شركات، في نفس الوقت هي عملت ابجريد لناس تانية برضه بالسيلز، قدروا ان هم يشتغلوا بيها كويس، قدروا ان هو يبقى ستيبل تعتمد عليها اكتر واكتر. البيع الجديد. وممكن كان برضه ما عندوش السكيلز، ده ممكن ما عندوش النولج، وممكن مش كيبر ان هو يدخل الكومبيتيشن بتاعت الماركت، وممكن ان هو الكونكشنز بتاعته بتاعت الكلاينتس فيري ليميتد، او الكلاينتس بتوعه مثلا اخرهم ان هم يشتروا تاكت برايس معين مش بيكوب مع البرايس اللي بيحصل. يعني هو لو حد كان شاري مثلا السنه اللي فاتت مكتب 1.5 مليون بيتصدف في الاسعار ده، هيجي السنه دي يعمل ايه؟ يعني المقدم بتاعه ما يجيبش 5% من اي بروجكت تاني. يعني هات لي بروجكت ممكن المقدم بتاعه دلوقتي نتكلم مثلا في 150,000. طب بما اننا وصلنا لاخر 23، محتاج منك يا أمنية كده يعني حبة نقط أساسية للديفلوبر، للبروكر، للعملاء، للسيلز نفسه، إيه اللي يركز عليه في 2024، سواء للديفلوبر أو البروكر أو السيلز في فكرة الماركتينج بتاعه، أو الكلاينت في البيع والشراء. بص، هو كل سنة في آخرها بيجي لي كده نوعية معينة من الكلاينتس بيكلموني. نوعية من الكلاينتس يا إما انفصل عن بارتنر، أو إن هو مشي من شركة كان متعين فيها، وأنا عايزة أفتح شركة جديدة وبتاع، وبدأت أخد مقر وبتاع، وعايزة أفهم الماركتنج. يعني هو بيجي لي أنا برضو مش ببقى فاهمة أنت إزاي بتجي بتبقى عايز تفهم الماركتنج، إن أنت المفروض تبقى في شركة اتليست واخد جزء من النولج، أكيد جربت الماركتنج بشكل ما. ده نوعية بتجيلي. النوعية التانية زي ما قلت لك بينفصل، ففاهم في الماركتنج، انا عايز اعمل براندنج، وعايز ان انا اعمل كومباني بروفايل، وعايز اظبط اللوجو والحاجات دي كلها، وعايز ابتدي اعين عندي سيلز وكده، ومحتاج ان انا ابتدي ابوش كويس في الماركتنج، وحاطط بادجت وكل الكلام ده. يعني في حد توتالي فاهم، وحد توتالي عايز ان هو يبتدي وعايز يفهم، دي بتبقى ستاب كويسه جدا. يعني انا حد بيبقى عايز يفهم، ده بالنسبه لي بيبقى هايل قوي، ان انا هسمعك اللي المفروض ان انت تفهمه، قابلته مناسب مش مناسب، دي بتبقى حاجه بقى تبتدي هي ترجع لك، وبعد كده بنشوف بقى الماركتنج ده هيبقى مناسب ليك نبتدي دلوقتي ولا قدام، ولا تبتدي متقطع اللي هو سيزون ولا لا. ده بالنسبه لبتاع الماركتنج. فالسنه الجايه هي السنه اللي زي 2021، السنه اللي هي بتبقى جايه بعد المشاكل او المصايب دي، بتبقى جلوبالي. يعني احنا 2021 السنه اللي بعد الكورونا، 2024 السنه اللي بعد الانفليشن، ده على مستوى العالم بقى كله، بتبقى سنه فيها فرص. كل اللي كان قدر فرصه في 2023 هي سنه كويسه، الكل يقدر ان هو يعمل فيها شغل كويس قوي. ده بالنسبه للماركت بتاع الريل ستيت. كل ما الماركتس اللي حواليك نايمه وضعيفه،
فبتلاقي ان لو في ماركت بيكسب هتلاقي كل الناس بتتجه له. ده اللي حصل في 2021 خد بالك، يعني كان الكاليبرز ايفن بيسيبوا الشغلات بتاعهم ويدخلوا في ريل استيت. هتلاقي في 2024 نفس الكلام برضه. ده بالنسبه للكاليبرز. الماركتنج هيبقى عنده فرصه اكبر ان هو عنده شغل اكتر، عنده لونشز اكتر، عنده اراضي كتير بتتفتح، عنده ديفلوبرز عايزين يبيعوا، لان هو بقى ملتزم بالكونستراكشن بروجرس في 2025 و 2027. فهو عنده سنتين يقدر ان هو يلم بيهم الفلوس، فلازم يعمل ماركتنج ويعمل يبتدي لو عنده مشاكل يبتدي بقى يغطي بقى عليها بسرعه، يعني عايزين ايه بروجرس يبقى سريع. فالبلان بتاعته تبقى صغيره من 3 ل 6 شهور، ما اتحققتش يبقى عنده خساره على اخر السنه، بيقدر ان هو اتليست يكفر يعني في 2024. في فرص ان هو يبقى يقدر ان هو يديفلوب ماركتنج تيم، ودي تبقى فرصه كويسه جدا، لان في ناس كتير السنه اللي حصلت في 2023 عايز يستقر السنه الجايه، فيقدر ان هو يقدر يديفلوب ماركتنج تيم، ويقدر ان هو عنده فرصه ان هو لو يعمل تريننج لحد بشكل سريع هيبقى عنده الماركت مساعده، لان هو الماركت هيبقى شغال كويس. حلو قوي. اللي كسب مره هيبقى عايز يكسب تاني، بس يبقى المره دي عنده تشويسز اكتر. يعني احنا السنه دي 2023 عنده مشكله ان كل ما يجي يحط اي واي في حته، لا احنا قفلنا، احنا عملنا برايس انكريز، احنا ما بقناش نبيع دلوقتي، احنا عندنا بس قدام بقى في الاب كومينج، احنا العقود لسه ما خلصتش. فالكلاينت برضه مش عارف يبيع عشان يعمل ريسيل حتى بعدها بشهرين ولا ب10، مش عارف يعمل كل الكلام ده. ف 2023 كانت برضه مزنقه شويه على الكلاينتس، لسه كمان اوفر سيز عايز يعوض فلوسه وعايز ينزل وعايز يشوف، فهبتدي يسمع اسامي ويل تراستد والنون دي مسابقة أعمال معروفة. حلو، أنا هحولك دلوقتي، هحط فلوس دلوقتي. لما الاقي في ديفلوبرز بدأوا اكسبت الريت بتاع الدولار وهديك ديسكاونت وحولني، ده هيبقى بالنسبة له ادج. هو كان بيحولها بلاك ماركت مكان يودي فلوسه هيبقى اسهل بالجنيه. كتير. فليه لا ما اعمل الحاجتين؟ سيتي سكيب بقى مفهوم أكتر بالنسبة للشركات، وعمل نجاح كويس جدا في 2023 سواء في قطر في السعودية في مصر. هو ينقط إن أنا كاسم كبير بقالي سنة ولا 2 ما نزلتش أنزل تاني. دي برضو ممكن ديفلوبرز تاني يفكروا فيها. لكن عنده مشروع واحد هيبقى السنة الجاية عنده 2 أو 3 أو 4 ديستنيشنز موجودة كتير مختلفة. انت عندك ساحل هيفتح بشكل كويس قوي، حد الماظة بقى فيه بروجكتس، عندك العاصمة بقى فيه مرحلة تانية كلام عليها، وبقى عندك كمان نيو زايد ديستنيشن بتاعت برضه اكتوبر، كل الكلام ده. وفي بقى أراضي بقى لها فترة كبيرة في التجمع عارفين هي بتاعت مين، بس مستنيين حد ينزل يحط برايسنج عشان الباقي يحط بعديه برايسنج عشان نقول لا ده هنا الماركت برايس بيتغير دلوقتي، فاهمني؟ فابتدي يحرك برضه الريسيل اللي كان مركون. ما هو في كلاينتس دلوقتي مقفله، انا مش هبيع يعني السنه الجايه الاسعار تبقى ولعه ولا حاجه. هي اللي هيحصل برضه برايس يجيز 5% 5% 5%، ف 5% برضه هيدخل السيزون، حاجه البيع تتغير، بروجكت جديده تنزل هينزل، فالناس تقول لك تقول للسيلز او الكلاينت الحق ده فيرست لونش، ده تاك برايس اللي بينزل في الاول يحط، عشان هو شايف ان في 5 عماله تعدي عليه. بعدين في ناس ندمت كتير السنة دي إن كان في فرصة قدامه ملحقهاش، صاحبه اللي جنبيه أخد نفس اليونت كسب، أو اليونت هو كان بيحط عليه حجز، هي غليت في اللونش، يعني كان حاطط مثلا حجز ب10 مليون، بعد اللونش أصلا هو قاعد during اللونش بقت ب13 بقت ب14. فهو شايف إن في أرقام بتعلى، مفيش أرقام بتنزل، يعني الماركت بتاع ستيت مفيش أرقام فيه بتنزل، ممكن تبقى ثابتة بالدولار لكن هي بيجي أنت تكسب، ممكن يعني قيمتها بالدولار هي ثابتة. even جلوبال ماركت انت عندك مثلا يونت هنا في مصر ب 400,000 دولار، هي في دبي ب 400,000 دولار هي نفس اليونت، في لندن ب 400,000 دولار هي نفس اليونت، باختلاف ديستنيشنز طبعا، باختلاف طبعا شكل البروجكت والديفلوبر، باختلاف كذا حاجة يعني. بس بتلاقي ان قيمة العقار كله توتال على بعضه بالدولار، يعني هي معظم البلاد تقريبا اسعارها قريبة منها شوية. ممكن في مصر بس عندك مساحة تبقى اكبر شوية، قيمة البلان أطول كتير، يعني أنت عندك قيمة توصل ل10 سنين، دي دي الإيدج اللي مختلفة عن بره. دي مش هتشوفها كتير، لا يعني أنا كنت باخد أورينتيشن في لندن بتدفع تقعد تقسط لحد الاستلام تدفع بقية المبلغ. شباب أجريسيف شوية ما بعد الليست. في البحرين تقعد لازم تدفع 100% من توتال يونت لحد ما تستلم، لو تستلم كمان 3 سنين عندك بيمة بلان 3 سنين، تستلم كمان 2 سنين عندك بيمة بلان 2 سنين. في دبي كان بيبقى يعني شرايح برضو هتقعد تقسط لحد الاستلام، دفعة الاستلام 50% مثلا، في دفعة استلام مثلا 25%، حسب برضو الديفلوب، بس تبقى توتالي اجريسيف. السعودية كاش ادفع، مصر هي الأميز في التقسيط الطويل، عشان هما بيبيعوا دلوقتي السعوديين عشان هما هدوا لهم المباني القديمة وكده، فهم بينقلوهم للايف ستايل كتير مختلف. أو معاك إقامة أو أنت سعودي ممكن تقسط مع البنك، فيبقى عندك انستولمنتس بلان أطول عارفة شوية. دايما الماركتيرز كده عندهم مشكلة مع الكلاينتس، بيبقى فيه شوية مفاهيم غلط عند الكلاينتس وقصص وطرائف يعني.
فاكيد يعني قابلت الكلاينت اللي هو بيقول لك خدي بادجت محدوده اهي، فعايز تجيبي منها ليدز وعايز يبيع بعد بكره. قابلتي حاجه زي كده؟ لا هو مش يعني مش بالظبط يعني. بس في كلاينتس مثلا بيبقى عايز يديني بادجت وعايز يبيع بسرعه وبتاع، بس بيزد على تشالنج. يعني انا بسمع عن الكلام كويس ومش عارفه ايه، وبيجيب لي كويسه وبتاع وبتاع وبتاع، فعايزين عايزين نقفل مثلا بمليار جنيه الكوارتر ده. اوكي. فانا برد قلت له هات لي شركه بتقفل بمليار في الكوارتر ده على عدد السيلز اللي انت محدده لي، على البادجت اللي احنا بنتكلم فيها، على فتره هي ما فيهاش تغشيش كتير. يعني انا اللي اعرفه ان احنا لما نيجي نبيع بمليار يبقى الماركت مثلا فيه انفنتوري اكبر من مليار تساعدني، ولونشز مساعده، وعدد سيلز فورس قوي ان هو يغطيني، وعلاقاته برضه بالديفلوبر لازم تبقى كويسه عشان يقدر ان هو لما يحط مثلا 10 اي 5-6 منهم يقفلوا. فبالتالي هو مش بيلاقي اجابه للكلام ده كله. قال لي بس انا عايز اعمل ترانزاكشنز كتيره. فبالتالي لا يعني بحاول ان احنا نبقى بس ايه يعني ماشيين مع حركه الماركت، ووضع الشركه يقدر يكوب ازاي او ياخد ماركت شير من الماركت. يعني لازم برضه الموضوع ده منطقي. ف I won't promise you بأي حاجة زيادة عن اللي بيحصل في الماركت. يعني أنا بقول لك أنا ممكن 1 2 3، وأنا شايف 1 2 3 دول هما الأنسب دلوقتي، الأنسب ليك. ولو أنت عايز حاجة معينة هي أزيد، ممكن بقى نعلي البادجت، ممكن نستنى للساحل، ممكن نتعامل مع الأوفرسيز، ممكن نقعد مع الديفلوبر ناخد منه مثلا ديل كويس، ممكن تعمل معرض، ممكن. حلو. فبنلاقي الكونفرزيشن بتتحول إنه يفكر إن سؤاله نفسه بتسأل بطريقة غلط. فاهم قصدي؟ انت بتوجهيه بتعرضي عليه افكار تانية بتساعديه ان هو يفهم ده. يعني او احطه مع الماركت. انا دايما معتمده ان انا قاعده مع شركه، انت قاعد ما بين 4 حيطان، عارف وضع شركتك ايه، لكن مش شكل الماركت من بره شغال ازاي. ام شور ان انت بتسمع ارقام بره الماركت وكل واحد بيبيع بكام، بس لازم تبقى عارف ان مثلا لو في فلان مثلا بيع مثلا السنه دي مثلا 300 مليون 400 مليون، لازم تبقى عارف ان السورس بتاعه من البيع جاي منين. ممكن في بلقايه جت ضربت معاه حلو قوي، والبلقايه دي مثلا حد من صحابه وحد من قرايبه، او جت من ليدز، او جت مثلا في بروجكت معين، او الديل اتاخد بشكل مختلف. مش دايما تبقى اللي بيمشي عليك. ولا واحد يقول لي في مثلا انا اعرف واحد مثلا من الشركات اللي كنت بتشتغل معايا قفل ديل ب1.5 مليار في ارمانيا. فجي وكلمني قال لي احنا قفلنا 1.5 مليار في ارمانيا وبتاع. قلت له هايل، سكت. انا مش قادره اروح اقول لحد ان انا قفلت الديل 1.5 مليار في ارمانيا، لان دي خلاص ارمانيا خلصت. مش بالنسبه لي انا هجيب لك منين تاني حد يشتري 1.5 مليار في ارمانيا which is it's done خلاص. يعني انا كان ميشن كومبليتد خلاص، ما عنديش اوبشن تاني. من ضمن الديلز اللي اتقفلت مثلا مع كايرو فيستيفال سيتي كان ديل بتاع بيبسي، البيلدينج اللي هاتشي ده اتقفل مره، هو مش هيقفل تاني. هو برضه لازم نبقى نسمع الحاجه، نعرف ان هي مش سهوله تكرر تاني، ولما تكرر تاني ممكن بس في كيس تانية في وقت تاني وفي سنه من السنين تبقى تحصل نفسها، بس بيبقى صعب ان هي تتكرر بشكل كتير. فببقى قاعده مع كلاينت he's building high expectations، مش بتميت الماركت، مش بتميت وضع الكلاينت نفسه، ومش بتميت الانفنتوري في الماركت ده وقتها. ده احنا لسه خلينا نتكلم ان ده في 2023. يعني 2021 كان فيه فرص كتيره، اتوقع السنه الجايه فيه فرص اكتر يعني. الفقرة الأخيرة معانا هي فقرة الجار. معاكي 3 أسئلة، ليكي حق تعملي سكيب لسؤال واحد. فتاخدي بقى الجار ده تخطفي من تحت كده، تاخدي قلبي كده عشان تبقى الأسئلة إيه، كل ما تنزلي أكتر كل ما تاخدي أسئلة أعلى. ماشي. زي البونبون تحت. قولي الأول ثم قرري أنسر أو سكيب. اكتر 3 حاجات أنا ممتنه ليهم في حياتي، الناس اللي في الماركت ساعدتني، كانت أمينة معايا في المعلومة، وأهلي tried to support me حقيقي، وكل الفرص اللي ممكن تكون جات لي وبغلطاتي بمشاكلي لا ادوني فرصة زيها تاني ان انا اكمل فيها. دي كانت بحقيقة اكتر 3 حاجات انا I hope ان اي حد مكاني ان هو يبقى ليه فرصة لحاجة زي كده. حلو قوي. انا بحب الاسئلة الصعبة. انت وحظك بقى انك مش فضلك. انا برج ايه؟ دايما الناس تسألني انا سني ايه، انا سني كام، مش برج ايه. انا برج الحوت. انا اللي اعرفه ان برج الحوت ده انطوائي شوية، وان هو ورومانسي كده وهادي وبتاع. انا بأبير كده في اول قعدة، تاني قعدة لا. بس انا فروكة واجتماعية جدا، وبحب اقعد مع الناس وبحب انكش وباخد على الناس بسرعة جدا. وممكن على السوشيال ميديا او في قعدتي في الشغل ما يبانش الكلام ده، بيقول لك هي تنكت، بقول له انا تنكت. لا، اتفضل. لا
انا لو هبقى في مرايه وهوجه نفسي كلمه، آم، ممكن اسافر برا مصر. حلو السؤال ده. لا لازم. انا دايما بصي انا الشخص اللي بيواجه نفسه كتير، بس انا عندي مشكله كبيره هي بتواجهني حتى في شغل مع الناس، الليفل اوف كوميتمنت. يعني انا بجد بزهق. يعني انا عندي دي مشكله صعبه جدا، انا بزهق. يعني انا مش ديوتي وروتين. الكلاينت قدامي لو بيرفلكت معايا بياخد ويدي معايا كده بالتشار. وريليشن ما بيننا بتبقى كلوز، فانا بحس ان انا بعمله لك ماشي، انا هعمله بكره والسنه الجايه والسنه اللي بعدها، فمش بدخل كده في تشالنج جديد، فدي بتبقى حاجه بجد مضايقاني. فبلاقي نفسي خلاص يعني انا طب افصل شويه من الكلاينت، اعمل حاجه انا ليا كديفلوبمنت، انا بسني كتير جدا في نفسي، وارجع احاول ان أنا اطور من شغلي كويس. طبعا هي بدايه ناس كتير قوي بيحس ان انا بدرجيت او بهمل او كده، أنا خالص بالعكس، انا عايز اطور من نفسي لان انا عايزه نتائجي تبقى معاك دايما كويسه. بس دي تبقى من ضمن المشاكل ان انا بحاول من ساعه ما اتخرجت ان اصلا اتجاوز القصص دي. بس الريل استيت لا، محتاجه شخص يبقى بيكونترول شويه عليا. والكلاينتس في كلاينتس بتفهم بعمل بجد معاها شغل كويس قوي قوي قوي، في كلاينتس لا يعني تعالي نجرب مع بعض. اخر سؤال يا امنيه ننهي بيه الحلقه بتاعتنا. في ناس كتير جدا بتفكر ان هي تبدا تعمل بيرسونال براندنج. بدا يظهر الفيسبوك والتيك توك، بلاتفورم كتيره الناس تطلع عليها، ناس بتتكلم عشان تقدر تعمل توجه لنفسها خلال الشغل. التواجد بتاعه على السوشيال ميديا. بص ما زي ما قلت لك، هو الموضوع كوميونيكيشن. انت الشخص اللي هتديله المسج هو المستقبل بتاعك، فوقت كده الموضوع كله على بعضه. الريسيفر بتاعك هيستقبل المعلومه منك ازاي، ولازم بالطريقه اللي هو عايزها وتوصل له هو، وهو اكشلي اللي فعلا مهتم بيها، مش اللي انت عايز تقوله، مش ارائك انت، مش وضعك انت الشخصي او رايك الشخصي، لا خالص. يعني انا مثلا let's say انا لو عايز اوجه مثلا مسج لحد مثلا بيبقى interested مثلا let's say في الجيمز مثلا، فانا لا هاخد كل الكونتنت اللي ترندي عنده في الجيمز مثلا، فهاخد اخر حاجات في الترند بتكلم فيها وبتفاصيلها بحاجاتها، even لو انا مش فاهماها بس هعمل ريسيرش عليها كويس قوي. لو انا مش حباها بس انا اشوف ايه المهم جدا فيها والجيمر ده مهتم بيها في ايه، وهكتبها بالطريقه اللي هو حابب يقراها بيها، بالكيوردز بتاعتها، بكل الحاجات بالظبط. فهي بتيجي كده personal branding frequent content consistency بتاعته، التواجد بتاعك بشكل مختلف، لازم في تنوع طبعا، لازم تبقى واضح، عندك ميول لحاجات معينة. it's about الشخصية بتاعتك انت، مش الريسيفر بتاعك. يعني ما ينفعش تبقى ميال، ما ينفعش يدخل على الاكونت بتاعك يشوف انت مهتم مثلا بالعاصمة بس which is لا، الريالتر اللي خلاص انت ريل ستيت شغال في ماركت كونسلتنت، مينفعش تبقى متجه لحتة واحدة بس. ممكن تبقى شاطر في دي بس لا، مش كل اتجاهاتك لقصة او ديستنيشن واحدة بس. اعتقد ده مش اصح يعني. بالباقي. بالظبط. احنا بنشكرك جدا يا أمنية على الحلقة بتاعت النهاردة. يعني أكيد مش هتكفي حلقة واحدة، بس ساعة هنتقابل مرة واثنين وثلاثة. اكيد. بشكرك جدا مرة تانية، بشكرك يا بهاء. ودي كانت آخر حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للبيج بتاعتنا عشان يوصلكم كل جديد عن رول موديل بودكاست.